لماذا انتظرنا حتى اليوم الذي يسبق عيد الميلاد للحصول على شجرة؟ في عاصفة ثلجية. إنها طقوس مرور. أو أنك كسول فقط. ده كده. مرحبا يا رفاق، هل يبدو أي من هذه جيدا؟ لا، هذا سهل جدا. بالتأكيد هناك شيء أفضل إذا واصلنا قليلا. إنه بارد وأريد أن أعود إلى المنزل. أنت ثعلب، أنت مغطى بالفرو، أنت دافئ. صحيح، لقد نسيت. إذا واصلت التحرك لما كنت تشعر بالبرد هو أحمق، مغرور كبير الرأس. ها؟ انظر إلى ذلك. أخيرا كان الأمر وكأنه كان ينتظرنا. لا أعرف، هناك شيء يبدو غريبا. إذا كنت تريد العودة إلى المنزل، تعالوا ساعدني في الحصول على هذه الشجرة. نعم، أنا أترك على الشجرة. أو فؤوسكم واتركوا شجرتي أيها الوثنيون من الطقس الدافئ. ما هذا؟ آخر مرة تحققت لم يكن اسمك مكتوبا عليه. ابتعد. نكليس، اعتذر لرجل الثلج ودعنا نخرج من هنا. أنا آسف لأنك لن تتمكن من الاحتفاظ بهذه الشجرة. ناكلز أيها الأحمق، تحولت أناقتي إلى مصاصات. مرحبا. رجل الثلج، خمن ماذا؟ عيد ميلاد مجيد أيها البسكويت. جسدي الثلجي. أنا أذوب. أنا أذوب. شكرا أخي. ظننت أننا انتهينا. أنا يجب أن أشويك بقاذف اللهب. أنت السبب في أننا في هذه الورطة. ماذا قلت أيها القنفذ؟ يا جماعة، هل يمكنكم أن تصمتوا ل5 ثوان وتحضروا الشجرة بينما لا تزال هناك؟ حاضر. واو، أعتقد أن الأمر كان يستحق ذلك، أليس كذلك؟ تستطيع قول ذلك مرة أخرى. عيد ميلاد مجيد يا رفاق. عيد ميلاد مجيد. توقف، ابعد عود الحرش. توقف، ابعد عود الحرش. حسنا، على الأقل نحن دافئون. سونيك، أحضر مطفأة الحريق.